أعزائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، أهلا بكم ومرحبا مع سلسلة من العمل الإعلامي المنظم والمعلوماتي بخصوص الإنسان لكذا موضوع مهم في حياتنا المعاصرة. الموضوع الأول نتكلم عن الإنسان والحياة. الإنسان والحياة كلمتين مرتبطين بعضهم البعض، فالإنسان يحيا في هذه الحياة عند نزوله من بطن أمه في 9 أشهر، ظل في جوف أمه في الرحم. الإنسان والحياة. الإنسان والحياة كلمتان مهمتين، فالإنسان يحيا للحياة بإرادة الله عز وجل، والحياة يعطيها الله عز وجل للإنسان، وهذا أمر طبيعي. ولكن هل نظرنا إلى الإنسان والحياة، كيف يعيش الإنسان في هذه الحياة من ضغوطات وأيام وليال وشهور وسنين يحيا بها في معوقات وإيجابيات وسلبيات مهمة في حياته؟ إذن نستشف من أن الإنسان والحياة هما العنصران الأساسيين على الكرة الأرضية. الذي يهب الإنسان الحياة هو الله، والذي يحيا في هذه الحياة هو الإنسان، ولا يأتي شيء إلا بإرادة الله عز وجل. فالإنسان والحياة شيئين تقوم عليه الحياة البشرية على الأرض منذ نزول سيدنا آدم وسيدتنا حواء إلى الأرض، لكي يقيم في هذه الأرض وينعم بخيراتها، ويكون آدم هو خليفة الله في الأرض ويضع الأساس للبشرية كلها. والذي أتى بعدها في هذا الأمر الأنبياء تباعا، منذ سيدنا آدم إلى نهاية الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تعظيم الحياة هو من تعظيم الدين والإسلام وكل الأديان. لماذا؟ لأن الحياة يهبها الله عز وجل للإنسان ليحيا فيها ويبتلى فيها ويمتحن ويحيا وينجح أو يرسو في حياته وقتما قام الله عز وجل بعمل هذه الحياة من أجل الإنسان. وعلى الإنسان أن يكون مدركا لما يفعله في حياته. فالإنسان والحياة شيئين ضرورين في منتهى الأهمية للإنسانية وللحياة. وقد تطرق البعض أن الإنسان والحياة أصبحت عادية وكلمتان لا جدوى منها، ولكني أقول أن الحياة بيد الله والإنسان بيد الله، وكل شيء بيد الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يكون متيقنا وعاقلا وحكيما، وهذا صعبا، ولكن تباعا لطاعته لله عز وجل ومسايرته للأمور الحياتية والتكنولوجية يصل إلى ذلك تباعا، لأن الحياة هي تجارب يحتذى بها للإنسان من ماضيه لحاضره ولمستقبله. عندئذ سنصل إلى محصلة مهمة، أن الإنسان والحياة هما جزءان لا يتجزئان من بعضهما البعض. من أجل ماذا؟ من أجل حياة الإنسان على الكرة الأرضية، والكرة الأرضية تحيا بإرادة الله عز وجل، والحياة للإنسانية والإنسان للحياة يحيا. قد تكون ملذات الحياة ومباهجها مفيدة ولذيذة ولطيفة، ولكنها إذا كانت مخالفة للشرائع السماوية لكل الأديان فيجب على الإنسان أن يبتعد عنها. لماذا؟ لأن الله عز وجل غير راض عنه. عندئذ سنصل إلى محصلة أن الإنسان وجد في هذه الحياة من أجل طاعة الله عز وجل، ومن أجل أن يحيا ويتعايش ويكون أكثر تقدما ومنفعة له وللناس وما حوله. وعندئذ سنصل إلى محصلة أن الإنسان والحياة مفيدان لهذه الدنيا والكرة الأرضية. مع تحياتي عادل مظلوم، البلوجر المصري في قناته التي تستمتعون لها.
للإنسانية جميعا. عاد المظلوم بونجكسيكي.